أبو طالب مات كافرا ولم يسلم وهو مخلد في نار الجحيم رغم أنف الجاهلين، وأبو سفيان أسلم. لا أعلم أنه بشر بالجنة لكن أسلم. عندما حوصر المسلمون في شعب أبي طالب عليه السلام، كان أبو طالب بنفسه وهو شيخ كبير يتولى حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عند فراش النبي ويحرسه، النبي ينام، ثم جعل أحد أبنائه ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى الحالة طيلة الليل، كل بضع ساعات يغير مكان النبي. يسألونه: لما تصنع هذا؟ قال: أخاف أن يغتاله هؤلاء.